73 بقى احكي لي. 73 حضرتك كانت ايام حلوه قوي، بس للاسف انا اصبت يوم 8 اكتوبر. يعني انا كان عندي امل قوي ان انا في حرب 73 دي احصد لي 5 6 طيارات كده، بس ربنا برضو اراده ربنا يعني. بس حضرتك دلوقتي لحد ما وصلنا ل 8 اكتوبر حصد لك 3 4 طيارات. لا للاسف لسه؟ لا، كنا كل ده مظلات بنحمي حضرتك الجبهه. هو كان الصواريخ على قناه قافله القناه كلها، مع الاسرائيليين مش عارفين يعدوا. فكانوا بيعدوا منين؟ يطلعوا من الشمال من البحر وعند دمياط كده ويروحوا داخلين علينا. اللي كانوا واقفين لهم لقمه في الزور مطار المنصوره ومطار انشاص تحت. مطار المنصوره بندافع عن دلتا كلها، ومطار انشاص بيدافع من تحت. فهم هجموا علينا يوم 7 برضو، يعني احنا ضربناهم يوم 6. يوم 7 الصبح هجموا علينا بقوه مرعبه. كان موكل للدفاع الجوي هو اللي يحمي المطار، مش احنا كمظلات. فهو من رعبهم القنابل بتاعتهم كانت بتقع في المزارع. لا، في المزارع حضرتك جنبينا، ونزل 4 5 قنابل بس في الممر. من ضمنهم قنبله. حضرتك الممر بيبقى اخره في حاجه اسمها استراحه طيارين، بنقعد فيها اللبس بتاعنا قنبله نزلت مفيش 20 متر بيننا وبين استراحه طيارين، وعلى اخر الممر، يعني بيننا وبين الطيارات، يعني حاجه برضو لو انفجرت معيقه يعني. هي كانت يظهر ديلي فيوز، يعني دي تاخير انفجار متاخر يعني. او كانت عطلانه ما نعرفش. انا كنت قائد تاني السرب وقتها. فقائد السرب كان اسمه مجدي كمال الله يرحمه، برضو راجل هايل. قال لي يا سامي، طبعا لما القنبله قصادنا كده لو انفجرت هتشيلنا كلنا وتشيل الطيارات دي نزلت سقط كده ما وقفت نصها يا حليله 1000 رطل. القنبله 1000 رطل، طولها زي الراجل كده. نصها في المدفون ونصها طالع بره. فابتدى الميكانيكيه يلاقوا برضه الطيارين، ابتدينا نقلق يعني. طبعا. فمجدي كمال قال لي ما تيجي يا سمير نروح للقنبله. قلت له يلا. ثانيه واحده. تروحوا فين وانتوا رايحين تشربوا بيبس؟ كزياره عائليه بينا وبين القنبله يعني. فركبنا العربيه الجيب وصلنا لغايه القنبله. عاملين زي بتوع لا مؤاخذه في المقاطعه شعبنا دلوقتي ده يقول لك ولا في قنبله، ده هتفرج سيلفي مع القنبله والجو ده. نزلنا بالعربيه الجيب ولفيت انا وهو حوالين القنبله، بينه وبينها متر يعني. فقال لي يا سمير ده يظهر فيها ديلي فيوز، يعني بتاع تاخير. قلت له في الاغلبيه ولو انفجرت هنموت كلنا. قال لي طب نرجع. رجعنا، ركبنا الجيب ورجعنا. ما تصوريش حضرتك بقى عملت دي ايه في الحاله النفسيه. الميكانيكيه طلعت واخد بال حضرتك، ما هي ما انفجرتش وما متناش. وشويه كده جت جرار جرها وفجرها بعيد عننا يعني. ياما اصل لا، اما حضرتك تقول لي مقاس راجل يعني نصها مدفون ونصها معروف انه هتعور. هو حضرتك وقتها يعني مش عارف، مش كنا مستهينين بالموت، لا، ما الموت ما كانش ليه اعتبار عندنا يعني. من كتر ما شفنا برضو زمايلنا بتستشهد كتير، وحتى في التدريب في ناس بتستشهد كتير، والحقيقه وليهم فضل في الانتصار اللي احنا عملناه في 73. الناس اللي هي استشهدت دي حتى في المعارك. فالموت بقى يعني تشرب بيبس او تموت يعني ما تفرقش. يوم 8 حضرتك كان كانت مش طلعتي. انا طلعت يوميها الصبحيه 4 طلعات. يومها 3 4 طلعات. 4 معلش انا بنذهل وبنزبهل لك يعني، معلش. لا هو يا ريت لو الواحد يقدر يطلع 600 يعني، يا ريت. هي كلها كانت طلعات مظلات بنحمي الدلتا. فما كانش عليا الدور في الطوارئ، كان مجدي كمال هو اللي عليه الدور. انا كان عندي زكام وكنت بحط بريزولين عشان ايه ما حدش ياخد باله، لان ممنوع اطير وانا مذاكر. فقال لي يا سمير انا تعبان شويه، تمسك بدالي؟ ده كلها ساعه. قلت له امسك. يا دوبك هو بقول امسك والخرطوشه ضربت اللي هي عشان نطلع.
هو كان مجدي كمال كان اضخم مني شويه، فحضرتك عارفه لازم الواحد يظبط الحزمه على قده بالظبط، على نفس حجم عشان لو الواحد نط ما يفلتش من الكرسي. لا، وبعدين حضرتك الحزمه تروح عاملاه كده وماسكاه من هنا برجليه وايديه كده عشان ما يتكسرش. فالواحد احنا بنتكلم على السيت. السيت الكرسي نفسه يعني. الكرسي فيه نفسه تحت عشان ترمي نفسك بالكرسي بالظبط، ما بيطلع الكرسي بالباراشوت بالبني ادم من هنا بكله. فيا دوبك انا بقول لحضرتك لسه هركب عشان اظبط السترايبس عليا، راح ضرب الخرطوش، نطيت ودورنا وطلعنا. 4 طيارات، انا كنت قائد فينجر 4، قائد ال4 طيارات. المواجهه قال لي في بورسعيد بتتضرب، هتخش تشتبك مع طيارات ميراج، 4 طيارات ميراج فوق بورسعيد. هم الاسرائيليين اساتذه في الكماين، يطلع طيارتين فنطلع احنا ب4، يكون هو مرقد تحت. المهم حضرتك دخلت فوق بورسعيد، قبل ما اخش قلت لهم ارموا الخزانات، كل طياره حضرتك تشيل 3 خزانات، خزان في البطنيه وخزانين في الجناح، 1800 لتر 3 خزانات. ما ينفعش تخش اشتباك بخزانات عشان تبقى تقيله قوي. فقلت لهم بلي تانك اوف، يعني ارموا الخزانات. كل ال4 طيارات رموا الخزانات ما عدا انا، علقت الخزانات معايا. ما وقعتش. خطر. برضه ربنا هو عاوز كده طبعا. فدخلت الاشتباك. نمره 2 بتاعي كان اسمه صلاح الله يرحمه برضه، قال لي يا فندم الخزانه بتاعتك ما وقعتش. قلت له انا عارف، ودي كانت اخر مره اسمعه فيها. راح هو يا حبيبي في ثانيه. كانوا بقى في 8 طيارات ميراج تحت، وحاطين لنا ال4 دول فوق طعم، فانا دخلت على ال4، راحوا دول ال8 طالعين اكلوا صلاح ده في اول ثانيه. فبقيت انا في وسط الاشتباك برضو حضرتك ايه، كان معايا همام واباني، 2 الاثنين تانيين بيشتبكوا وانا بشتبك، بس انا معايا 3 خزانات. بعمر المدفع ما بيتعمرش. يا نهار اسود. سسبنس سينمائي اللي بتحكيه ده حضرتك. صدقيني ربنا. الدي سي جنريتور باظ، فهو اللي مسؤول عن التسليح كله. يعني حتى الصواريخ برضو ما تشتغلش، انا بس اللي عمرت المدفع ما اشتغلش. فايه قعدت اشتبك مع الطيارات بالمانوفر، بالمانوفر المحاورات اللي بتعمل. فلقيت ان يعني هعمل ايه، ما لا بيشتغل مدفع ولا اي حاجه. فقلت ارجع المطار وابقى ارجع لهم يوم تاني بقى. فرحت برضو حضرتك نازل كده ومتجاه المنصوره، بعد حضرتك زي 10 ثواني كده قلت يا المفروض انك انت طيار كويس، يعني هتسيب زمايلك، ارجع. مش عارف بقى القرار ده صح ولا غلط، بس اعتقد ان هو صح، لان لما رجعت راحوا متلمين عليا وسابوا بقى همام واباني واتلموا عليا. انا كان عندي امل ان انا ما يضربونيش، يعني تاني اقاوم، بس قعدت اقاوم لغايه لما سرعتي بقت 0. سرعه 0 يعني الطياره بتعمل كده تسقط. وراحوا ايه ضربني. حسيت بقى حضرتك ايه، عارفه وانت راكبه بسكليته متلاته وقطر راح خبط طاخ. انا كان وضع طيارتي كده، فابتدت ايه، سما ارض ميه. انا كنت فوق بورسعيد ميه، وبعدين ببص ورايا لقيت نار، والبلتات مش مربوطه، مش مربوطه كويس، مش مربوطه كويس. فرحت ايه، انا حاولت اعمل كنترول مفيش طبعا. رحت ناطط الحزمه عشان واسعه عليا، راح راسي عملت كده. الكرسي حضرتك لما بيطلع كده لورا، مش كده لورا. فلما طلع لورا راح دماغي عامله كده، راح العمود الفقري اتكسر. انا حسيت طبعا بألم مفزع. هو الباراشوت بيتفتح، كل حاجه بتتعمل لوحديها، فاتفتح الباراشوت لوحده وانا في الهواء، ألم حضرتك مرعب. فقلت ايه، بلاش اموت من الألم. انا كنت قريت ان في الألم يعني ممكن بيموت، فقعدت اقول لا بلاش عشان ما يصحش. الناس تقول عليك ايه، تطير وتموت في ناقش نفسه ازاي. كنت زعلان قوي على نفسي. وبعدين ابتدى يغمى عليا حضرتك، رحت ايه نافخ اللايف جاكيت
فراحت ايه كبسه عليا شويه، طلعت الدم لفوق. رحت لامس الميه. فابتديت ايه طبعا افوق شويه. فكيت الباراشوت، كان يوميها هوا جامد، راح الباراشوت ماسك في رجلي وابتدى يسحلني على الميه. ده حلو ولا وحش؟ عشان انا بشرق وبموت. احيي علينا. انا مش وكده هموت غرقان وانا طيار اساسا. يعني انا بتاع هوا اموت غرقان في الميه. انت عمال طول الوقت بتجلد نفسك او بقول لك ايه، انا ما تموتش الوجع ولا لا لا كده يعني. فايه عاوز حضرتك ازق الباراشوت برجلي الثانيه ما بتتحركش. انا ما كنتش عارف ان انا عندي شلل، انا اتشليت وقتها. بس ربنا برضو كده في ثانيه راح الهوا واقف، الباراشوت نزل وساب رجلي، فبقيت ايه في الميه ولابس حلو 24 قرار. جم بقى مركب حضرتك عارفه بتوع اللي هو بحيره المنزله اللي هي المراكب اللي وقربوا عليا وعلى دماغي بالشومه. خلي بقى حضرتك ما اموتش في الحاجات دي واموت بشومه. برضه قاعد تقول نفسك عيب يا ابني، ما يصحش. لا ما يعني اصحابي يقول عليا ايه بيموت بشومه. ما ينفعش. فشتمتهم بقى بالاب والام. يعني واعي انك تقول ما انا بموت. لا انا ما بموتش بالشومه. قليل الادب طب هو. لا وحضرتك البتاعه تخن كده وطويله جدا وهتضايق برضه وانا ميت. فاضطريت اشتغل يعني. فايه توجسوا خفيه. قال لك بقى واحد قليل ادب كده مش ممكن يبقى اسرائيل ده مصري. ادم بيشتم يبقى مصري. فايه يعني قلقوا كده شويه وراحوا ايه مقربين بالمركب، وواحد راح مقيدني كده وعكشني في المركب. قالوا لي معاك انت مصري؟ قلت لهم مصري والله العظيم مصري. وادي السلسله فيها اسمي وبتاع. قالوا لي ذهب؟ قلت لهم لا مش ده صفيح. طب معاك بطاقه؟ قلت لهم معايا بطاقه. الافرول حضرتك احنا دايما بنطير بالبطاقه العسكريه. اخدوا البطاقه قالوا لي بس احنا ما بنعرفش نقرا. قلت لهم طب رجع البطاقه. بص الجدل اللي داير مع واحد واقع من طياره ومكسور عمود ومضروب شومه وكان هيولع من شويه باين ولا كان مش عارف هيولع واغرق في نفس الوقت. يعني كل جميع انواع الموتات كانت موجوده. اختار انا بقى اللي يعجبني بقى. فايه جه بقى حرس السواحل الحمد لله انقذني منهم وحطوني على الدك على المركب من فوق 4 ساعات بتعمل كده وانا ظهري. نزلت في بلد اسمها المطريه، ودوني بلد اسمها المطريه على بحيره المنزله. قابلني ضابط مخابرات وعربيه اسعاف. قلت له كلم البيت قول لهم ان انا كويس. وعربيه الاسعاف قلت له وديني المطار، مطار المنصوره. قال لي يا فندم لازم اوديك المستشفى. قلت له لا وديني المطار الاول. وداني مطار المنصوره، لقيت الطيارين موجودين طبعا كانوا زعلانين عليا، يعني ازاي سمير عزيز يتضرب وكده. وقلت لهم بقى خلي بالكم الاسرائيليين بيعملوا كذا وديني يا جدع المستشفى. وداني المستشفى. ادوني حاجات مخدره مورفين او حاجه كده. بس ايه يعني فتحت عينيا لقيت مراتي جنبي، مع ان هي كانت في مصر، وحمايه واخوه ووالدتي. اخوه دكتور مسك البتاع كده قال عنده شلل. قلت شلل ده انا متجوز بقى لي شهرين. يا عيني يا ابني. بقى لي شهرين يا حبيبي يا ابني. هنقضي الجوازه فرجه على التلفزيون وماسك ايدين. زعلت بقى شويه برضه ان انا طلعه كلها زعل الطلعه دي. طلعه كلها نكد. هو اليوم بيبان من اوله كده. ف وشويه الاقي دكتور ماسك حقنه وعمال بيضرب في رجليا. يقول لي حاسس؟ اقول له لا مش حاسس. فقت برضه مره. هم قلعوني الافرول طبعا عشان يجبسوني. اتجبست بقى كده حضرتك. كان دكتور شاب صغير جبسني كده. فايه لقيت الممرضه بتشد الملايه من عليا، بتقول دي عهده وانا عريان ملط. ما هو قلعوني الافرول عشان يجبسوني طبعا. فانا مسكت الملايه وهي تقول لا دي عهده. عايز تاخد الملايه مني. اتاري عربيه اسعاف جت من مصر، العربيات الكبيره قوي بتشيل الجرحى عشان تنزلني مصر. فهي عايزه ملايتها.
هي مش فاهمه، وانا اسعى وانت بقى في 60 عايز داهية. انت شرف العسكريه بتاع. فالراجل قال لها في ضابط افتكر كان واقف، او مش عارف حد كان واقف، قال لها انا هجيبها لك، دي مسؤوليتي انا، هجيبها لك، لولا انها سابت لي الملايه. بس ونزلت مصر بقى حضرتك، قعدت 21 يوم كده نايم على ظهري كده، لا كده ولا كده ولا كده ولا كده. وبعدين 6 اشهر علاج طبيعي ورجعت طرت تاني الحمد لله. سيادة اللواء يا فندم اوعدني انك تشرفني تاني. تحت امرك يا فندم. لان انا ما اعتقدش ان سيادتك هتعدي بالسهل مع الجمهور. تحت امرك. وما هماش هيبلعوا انك جيت مره. تحت امرك. فاكيد انه طريقه حكيك رائعه. الله يخليك. بطولتك رائعه. الله يخليك. بسالتك وفتوتك موجوده بكاملها. ايمانك بالله رائع. يعني الحقيقه ان انا شايفه قدامي حاجه من اروع ما يكون. صدقيني حضرتك في شباب، انا برضو على الفيسبوك وكده، في مجموعه اسمها 73 مؤرخين، الولاد دول بيعشقوا مصر. في منهم شباب فعلا انا افخر ان هم في شباب مصري. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هتنورني تاني. تحت امرك. زي ما نورتني دلوقتي. تحت امرك. كتر خيرك. تحت أمرك. تعرفنا عن طريق العيلة. مامته كانت صاحبة خالتي وماما. احنا اتجوزنا 15 يوليو 73 والحرب قامت في اكتوبر. فيعني كانت فترة صعبة جدا. كنت انا بروح معاه، كنت معاه في مطار المنصورة وقت ما كانت هتقوم الحرب. قبليها بيوم نزلني بالعربية مع سواق، هو طبعا ما كانش قادر ينزل. كان صعب عليا ان انا اقضي شهر العسل في وقت الحرب. اول ما سمعت ان الحرب قامت، عارفه يعني بيجي، او هو كان شلل في الدماغ. يعني بتبقي صدمت طبعا. مبسوطه ان مصر هتحارب، بس في نفس الوقت خايفه عليه جدا جدا جدا. وبعدين هو يعني كان قلبه ميت جدا ومتهور جدا، وستيل لغايه دلوقتي متهور. هو السبت والحد كلمني لما خلص. يوم الاثنين ما اتكلمش. انا جوز اختي كان لواء طيار، المرحوم لواء ماهر شنوده. طبعا كان يعني بيبقى عارف هو رايح فين وهيطير منين وكده. لغايه بالليل طلبت ماهر، قال لي لا ده كويس بس مش عارفين، ما فيش تليفونات. اتاريه هو كان اتصاب الظهر وكان نزل في بحيره المنزله، وبعدين نقلوه على المنصوره. انا ما عرفتش غير تاني يوم الظهر. ده طبعا اليوم ده كان اصعب يوم مر عليا في حياتي. صاحبة السعادة يأتيكم برعاية